يا مساء الخير يا شباب او صباح الخير، يا رب يكون كل اوقاتكم بخير. في الفيديو ده هنتكلم ببساطه كبيره جدا مين بيعمل ايه يعني. مثلا لو دخلنا على اي موقع خاص بفريلانس او حاجه زي كده، فهنلاقي حاجات كتير جدا زي فجاه بيقول لك business intelligence, data analysis, data scientist, AI analysis, marketing analysis. فكل ده احنا محتاجين نعرف هو مين بيعمل ايه بالظبط علشان نكون more accurate، واحنا او ان احنا نلاقي ذا جوب تايتل كويس لينا، او نعرف احنا بالظبط مين. طيب خلينا نبدا كده بدايه من حته اللي احنا بنعمله هنا، او حته ان انا داتا اناليسيس هنا في البشر داتا اناليسيس. فاي حاجه according data analysis او حته uncover trends او pattern، اللي هو بيعرف ان هو يجيب insights من الداتا، وبيعرف ان هو يمسك الداتا يجيب منها الخبايا الموجوده جوه الداتا، زي علاقه ما بين مثلا two columns، او علاقه ما بين two elements مختلفين او حاجه زي كده. او يبدا ان هو يديفلوب حاجه زي كده، او يبدا ان هو يكتشفها، ويبدا بعد كده ان هو يعمل فيزواليزيشن، ويبدا يعرف حاجات زي كده. فده بيبقى واقع تحت اكتر من مسمى من ضمن المسميات دي: داتا ساينتست، او ماركتنج اناليسيس، داتا اناليسيس، اي اي اناليسيس، او بزنس اناليسيس. طيب اما الحد اللي هو اصلا قبل كده، او بمعنى اكتر، اللي هو الحد اللي بيجمع الداتا. السايكل بتمشي ازاي في الداتا عامة؟ هو بيمشي بداتا من داتا انجينير تو داتا اناليسيس تو بزنس انتليجنس او داتا اناليتكس، وبعد كده من داتا اناليتكس داتا ساينس او ماشين ليرنينج. تمام، فهي بتمشي كده. فاول حد ده اسمه الداتا انجينير، ده اللي بيجمع الداتا من الويب سايتس، وبيقدر ان هو يجمع الداتا ويعرفها من خلال ان هو بيعمل حاجه داتا وير هاوس والى ما اخره. دي حاجات خاصه بالداتا انجينيرنج. فده بيبقى واقع اكتر من مسمى. يعني حتى بيجي يقول لك هو manage data source and the overall data infrastructure. فالسيمبل جوب تايتلز بتاعتهم هو داتا انجينير، والحاجه تكنولوجي انجينير، وداتا مانجر، وداتا سيورد، واي تي اركتكت. فهو ده كل مسمى داتا انجينير. يعني انت لو لقيت تكنولوجي انجينير مثلا، فهو ده داتا انجينير. اوكي. في البيزنس انتليجنس، هنا بقى بيعمل حاجه. هو بيجي يقول لك بيوفر لك ان هو بيعمل لك آه يعني بيعرف اللي هو الفيتشر ترندز، وبيعرف الحاجات اللي ممكن تحصل بعد كده من خلال البيزنس انتليجنس. وبيقدر ان هو يكريت تيبلز اند reports and dashboard to empower their organizations. او ده بيبقى واقع تحت اكتر من مسمى. البيزنس انتليجنس بيبقى واقع بي اي اركتكت، بي اي اناليسيس، بي اي سوليوشن ديفلوبر، بي اي سوفت وير انجينير، وداتا فيزواليزيشن، او بي اي اناليسيس. فاي حاجه مسمى زي كده، وانت اخدت مثلا كورس من رواد مصر الرقميه او حاجه زي كده بخصوص البيزنس انتليجنس، فاعرف ان انت اي حاجه من حاجات حتى لو بي اي اركتكت او بي اي سوليوشن ديفلوبر. السوليوشن ديفلوبر ببساطه كبيره جدا، لان هو بيعرض سوليوشنز، وبيحاول ان هو من خلال السوليوشن ده يديفلوب ويطور المنتج بتاعه، وان هو get more performance. هي دي الفكره. طب في حد تاني، في اتنين بقى. هو اتنين يعني يعني ممكن ناس كتير جدا تختلف عليها. حته البروجكت البرودكت ديفلوبمنت، والحد اللي هو خاص بتطوير المنتج. في ناس تيجي تقول لك البروجكت مانجر، ولكن الحقيقه البروجكت مانجر هو ده اللي ماسك البرودكت مانجر. اوكي. يعني انت لو خدت كورس مثلا خاص بالبروجكت مانجرز من خلال جوجل او من اي مكان، تقدر ان انت تعرف ان انت البروجكت مانجر هو ده اللي بيبقى مسؤول عن الامبريلا كلها، عن الشمسيه كلها. فجواها حد اسمه برودكت ليد. تمام. في البرودكت ليد ده هو مسؤول عن حته تطوير المنتج. تمام. فحته حاجه زي كده، اللي هو بص بقول لك manage analytical strategy within a project team. project team اللي هو project manager. فالبروجكت مانجر هو الحاجه الاكبر، جواها حد اسمه البرودكت مانجر. البرودكت مانجر ده ممكن يبقى برودكت فيرب، وكده كده هو اللي بيطور. وبرودكت ليد اللي هو حد اللي هو بليد حته البرودكت، او ديجيتال برودكت مانجر، والكاستمر برودكت مانجر. فاذا البرودكت ديفلوبمنت ممكن يقع تحت اي تايتل من الحاجات دي. طبعا في الاغلب بيكون فاميليار اكتر مع حته الداتا داتا اناليسيس او داتا ساينس. في حد اسمه سي سوت، وكمان هتلاقي حاجه زي كده في موقع 365 فور داتا ساينس. هتلاقي بيتكلم عن حاجه زي كده اسمه تشيف داتا اوفيسر، او بتلاقي كتير جدا لو انت دخلت اصلا على جوجل وعملنا سيرش بس جدا على فريلانس. ده الحد والله اللي هو بص بيجي يقول لك حد هو هنا المسؤول responsible for data and data professional at loss and entire organizations. هو مسؤول على حته البروفيشنالز، يعني ممكن نقول السينيور. يعني ده لو جينا عملنا كده هو هيكون السينيور. تمام. فاذا ده كان الفرق، مين بيعمل ايه وايه التايتلز اللي ممكن مناسبه.
بس فأتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكم، وأراكم إن شاء الله في فيديوز قادمة إن شاء الله. مع السلامة.